حاليا في جرائم نصب واحتيال قاعد تقع خصوصا على الشياب والشباب الله يحفظهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. شلون؟ يسوون لك حساب اكاونت ويحطون فيه زواج متعة، زواج مسيار، ويحطون لك المواصفات كاملة وانها تطلب رجل وتبي الزواج بسرية وما الى ذلك. هذه الرسائل او هذه البوستات وهذه المعلومات قاعد تجذب بعض الريايل وبعض الشباب، يروحون يتواصلون مع هذا الحساب ويقول له إيه عندنا المواصفات اللي تبيها، بس بداية نطلب منك عربون 50 ولا 100 دينار. وعقب ما الريال أو الشاب يحول 50 أو 100 دينار كعربون عشان تثبت جديتك أنك أنت طالب المواصفات الفلانية لزواج المسيار أو لزواج المتعة، تدفع هذه 50 دينار. لكن شنو يحصل بعد ما تدفع 50 دينار؟ تحول 50 دينار، طبعا أغلبهم ما يكون التحويل على حساب داخل الكويت، دائما على حسابات خارجية أو عن طريق بعض الحوالات المالية اللي تكون لخارج دولة الكويت. عقب ما تحول هذا المبلغ الشاب يلاقي ولا الريال يلاقيهم معطينه بلوك ومو قاعد يردون على اتصالاته ولا على مسجاته. فهذه عملية نصب واحتيال قاعد يقعون فيها الكثيرين، فأرجو منكم توخي الحذر.